نزري سمسن السزاق نسوق فمسن يسفوقلوتنا دمسن تنين نيمز داغ نسقياد لول غنين سمس القرار دي كان درس قيم اللامنة كان وينو مجروي للنيلان دمس انت مغربية الصحراء ما يقدر نطفار مصطفى انشاد محمد عبية. هذا القرار فرحانين به ونحانوا 50 سنة ونحتفلوا بالمسيرة الخضراء والصحراء. هذا الحكم الذاتي بغيناه وفرحانين به، وحنا مع سيدنا الله ينصر ولا ينصر عليه، وخلينا ملك المغرب والصحراء اللي المغرب وجرى فيها ومشاو فيها المقاومين واعضاء جيش التحرير وشاركت فيها الكبير والصغير، وحنا مع هذا القرار اللي فرحانين به. وعاش الملك وعاش الملك. خير قرار استشرفه المغاربة قاطبة من طنجة إلى القويرة، وهذا نحمد عليه الله سبحانه وتعالى، ونشكر صاحب الجلالة نصره الله وأيده على هذا القرار الأممي، ونشكر قواتنا المسلحة الملكية المرابطة في الصحراء ونهدو لهم ألف شكر وجزيل الشكر على دفاعهم لوحدة الوطن. قبائل تونس وقبائل هذا الإقليم بصفة عامة فرحانة ومؤدية وفرحانة وشاعرة بهذا النصر اللي نصر المغرب على أثر وعلى الأقل مدبر صاحب الجلالة الملك محمد السادس الله ينصره. احنا كلنا فرحانين ومؤيدين الخطاب وناصرين الله تبارك وتعالى وطالبين من الله تبارك وتعالى الله يوفقنا ويوفق الجميع، والله ينصر ملكنا والله يهدي أخوتنا كما علم صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه إن الوطن غفور رحيم لا غالب ولا مغلوب. ونطلبوا من أخوتنا اللي في الأقاليم المحتجة تفتح برد الوطن. ثانيا نطلبوا من الدولة الجزائرية لا تنسى الشيء لكن اللي عدلها المغرب أيامها ايامهم الصامره، ذاك الدفاع اللي دافع عنها المغرب لا تنساه. وراحنا والله ما ننسينا اخوتنا واحبائنا ولا يفوتوني ان نشكر الدول الاوروبيه والعربيه والافريقيه على هذه المسانده الطيبه. اليوم ستفرح بكل تلاوينها وبكل مواطنيها بهذا القرار الاممي. نتمنى صادقين ان يتم الالتفاف حول هذا القرار وأن يتم إخراجه إلى الوجود، وبه يتم لم شمل ساكنة الصحراء ليعم النماء والرخاء على ليس فحسب على منطقة الصحراء وإنما على مختلف ربوع المملكة. المغرب هو بلد السلام، بلد الوئام، بلد التآخي، وبلد كذلك حل النزاعات، البلد اللي يمد يده دائما لجيرانه ولغيرهم. كذلك تأكد جلالته على المستوى التنموي الذي تعرفه أقاليم من الجنوبية والذي يعرفه المغرب ككل. وبطبيعة الحال هذا وأنتم تعرفون على أن أس اليوم أصبحت لها مشاريع كبرى وساحات عمومية كيف هذه الساحة التي تواجه بها ساحة محمد السادس. التاريخي تحت قيادة